بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ والرؤى. كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، وكان فراشه أدما حشوه الليف وكذا وسادته. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه، وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين. كان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه النوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما المعوذتين والإخلاص، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقال لبعض أصحابه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وكان إذا قام من الليل يريد الصلاة استفتح بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويتسوك أي يستخدم السواك، وربما قرأ 10 آيات من آخر آل عمران. وكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، فيحمد الله ويكبره ويهلله ويدعوه. وأما في الأحلام والرؤى فقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره 3، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنه لا تضره ولا يخبر بها أحدا، وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وأمر من رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأن يصلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.